نقط بسيطة ولكن مهمة، مش هيقولك غير بكر. هتفيدك لو انت لسه بادئ تتمرن في جيم، او حتى بتتمرن بقالك فترة، او واحد صاحبك رايح جيم وعايز تنصحه كام نصيحة. هخفف الوزن وابدأ اتمرن، لسه في ألم ولسه في ألم، لسه في ألم. لو استمر الألم ازيكم يا شباب، ازيكم يا بنات. لو بتتمرنوا في الجيم بأوزان، هقولك على مجموعة حاجات صغيرة او نقط بسيطة جدا اوعى تتجاهلها في التمرين. خلي بالك منها وانت بتتمرن. اول نقطة هتكلم عنها، اوعى تتجاهل الإحماء قبل التمرين. اعرف ان العضلة الباردة عرضة للإصابة أكتر من العضلة اللي تم إحمائها جيدا قبل التدريب. مهم جدا الإحماء حوالي 10 دقايق قبل التدريب، لأن كل ده هيحميك من الإصابات. طيب سريعا، إزاي أعمل إحماء قبل التمرين؟ أول حاجة 5 دقايق على التريدميل أو أي جهاز كارديو عندك. بعد كده بتبدأ تعمل إحماء عام لجسمك، اللي هو دوران الكتف للأمام والخلف والحاجات البسيطة دي. بعد كده بتبدأ تعمل إحماء للعضلة اللي هتمرنها. مثال، هتمرن صدر، هاخد أول 3 أشكال عندي في التمرين، كل شكل مجموعة من 15 ل 20 عدة بأوزان خفيفة. ببساطة هو ده الإحماء. تاني نقطة معانا، بلاش تبقى مستعجل. إزاي؟ للأسف بشوف بعض المتدربين مهايبر، بيتمرن وكأن في حد بيجري وراه في التمرين. يا عم اتمرن بالراحة وبراحتك، وخلي كل عدة وكل تكرار ياخد حقه. كل ما زاد زمن التكرار أو التيمبو بتاع التمرين، يعني لو أنا بتمرن صدر 1، طيب 1 وانزل براحتي واطلع براحتي. كل ما زاد وقت التكرار او العدة الواحدة، كل ما زاد الدم اللي رايح للعضلة، كل ما استفادت العضلة اكتر. اتمرن براحتك وبلاش تبقى مستعجل. بلاش تحط التاتش بتاعك في التمرين. البرامج التدريبية بتبقى مبنية على اساس علمي، على حسب مستواك. كم مجموعة، كم عدة هتتمرنهم. بلاش تحط التاتش بتاعك. اتمرن التمرين زي ما المدرب كاتبه بس، وهو المسؤول عن النتيجة في الأول وفي الآخر. رابع نقطة معانا، بلاش وإياك أن تتجاهل الألم. يعني إيه أتجاهل الألم؟ يعني ما ينفعش يبقى في تمرين معين مسبب لي ألم وأقول لأ أنا هضغط على نفسي وهعمل التمرين بالعافية. غلط. في عندي أي ألم في أي تمرين، أول حاجة هعملها هخفف الوزن وأبدأ أتمرن. لسه في ألم، هغير مستوى البنش أو مستوى الكرسي لو ده جهاز والكرسي بيطلع وبينزل، غيرت مستوى الكرسي ولسه في ألم. أتأكد إن الأداء صح 100%، لسه في ألم. غير زاوية التمرين خالص، يعني لو بلعب بار بنش بريس فلات وفي ألم في الكتف مثلا، أبدأ أجرب التمرين باستخدام الدمبل. لو استمر الألم هنا لازم أوقف تمرين وأروح لدكتور متخصص يكشف ويشوف إيه المشكلة وإيه سبب الألم ده. لكن إني أتمرن وأعند مع نفسي وأقول لا هتمرن وعشان هتتضر، والألم بدل ما كانت المشكلة صغيرة المشكلة هتكبر وعلاجها هيبقى أصعب. آخر نقطة هتكلم عنها تخلي بالك منها هي ملابس التدريب. هو في لبس معين للتدريب؟ أيوة في لبس معين للتدريب. لحد دلوقتي للأسف بشوف ناس داخلة بقميص وبنطلون وداخل عايز يتمرن، طبعا ده خاطئ تماما. أو لابس هدوم فضفاضة وبيتمرن بيها. الهدوم الفضفاضة قوي دي معرضة ان هي ممكن تشبك في اي حاجة وتسبب لك مشكلة او تسبب لك اصابة نتيجة ان هي شبطت في اي كابل او شبطت في اي شيء. لازم الملابس اللي هتتمرن بيها تكون هدوم ملابس سلم عليك وتكون مريحة ليك. واياك انك تتمرن في تيشيرت او تتمرن في اي ملابس يومين متواصل. لازم يا شباب اغسل لبس التمرين باستمرار. النظافة الشخصية مهمة جدا جوه الجيم.
ريحتك مهم جدا انها تكون كويسة، لانك مش بتتمرن لوحدك في المكان، انت موجود وحواليك ناس بتتمرن. النظافة الشخصية علشان محدش يتضايق منك في الجيم. وكالعادة لو وصلت للنقطة دي في الفيديو يبقى عجبك، لايك، شير، افخم سبسكرايب، ولو عندك اي سؤال سيبه في كومنت وانا هرد عليك يا بطل.